السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبعافية. صلوا على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة بقى الأسعار جميلة وحلوة وربنا يرخص قوت المسلمين يا رب. عشان كده قلت جبت شوية فاكهة وشوية حاجات سلطة كده، حاجات ناقصة من عندي، قلت اصور لكم واعرفكم الأسعار ايه في السوق. ما شاء الله، والحاجة تحفة وجميلة وبألف هنا وشفا يا حبايب قلبي. تاكلوا في الهنا يا رب. كل ما الخضار يبقى حلو انا يعني مش بستغلى الحاجة. اما اخد الحاجة مش كويسة هرميها في الزبالة، لا، اما ناخد حاجة كويسة وسعرها حلو ببقى فرحانة بيها. يعني ساعات بروح اجيب الخيار بلاقيه دبلان، تاني يوم الاقيه اصفر وبايظ وبرميه. النهارده الحاجه بسم الله ما شاء الله تحفه تحفه ما شاء الله، بألف هنا وشفا حبايبي. بصوا كده الخيار بلدي مش سوب، حلو قوي، ب15 جنيه الكيلو. جبت كيلو اهو. وساعات ما بلاقي عندي شويه هيبوظوا بخللهم، بعملهم مخلل. ماشي حبايبي. الليمون الكيلو ب15 وفي ب10. ده ب15 عشان اصفر. بصوا جبت نص كيلو، يعني جبت نص كيلو وشويه ب10 جنيه، اكتر من نص اهو. ب15 جنيه، كان ب70 و80 جنيه اهو. ماشي. جبت كيلو جزر ب15. جزر ب15 حلو وطازه وجديد كمان، يعني مش قديم اهو. ماشي يا حبايبي. جبت كيلو الفلفل الالوان الكيلو ب20 اهو. جميل جميل ما شاء الله تحفه اهو. البصل الكيلو ب10، في ناس بتبيعه ب12، انا جبته ب10. بصوا تحفه اهو. ب10 كيلو، جبت 2 كيلو اهو. البطاطس الكيلو ب12 تحمير، جبت 2 كيلو ونص. لا يعني جبت ب25 جنيه 2 كيلو واحدة، لا 2 كيلو ب24، انا جبت ب25 اهو. 2 كيلو وشوية يعني. الطماطم بقى دي بسم الله ما شاء الله مش هتصدقوا، ب5 جنيه. بصوا تحفة. في ناس بتبيعها كيلو ونص ب10، وفي ناس بتبيعها ب8، وفي ناس بتبيعها ب5، على حسب يعني. دي انا جايباها ب5 وحلوة مش وحشة. جبت كيلو لان انا عندي ما كترش في الحاجة لان الجو حر وبيبوظ. ماشي. جبت عنب فضلة خيركم كيلو، الكيلو ب30، في ب25 بس مش حلو، وده ب30 جبته بكيلو. ما شاء الله جميل تحفة، بألف هنا وشفا. جبت كيلو موز، الكيلو ب35، في ناس بتبيعه ب40، انا جبته ب35 اهو. ما شاء الله جميل وتحفة. احنا بنحب الموز ودايما الحاجة تبقى الفاكهة في البيت. ده بقى غالي بقى بس جبته. الكيلو ب90 جنيه، نفسي فيه بصراحة، فجبت كيلو مش الكيلو ب90 جنيه، مش بيبيعوه سايب، بيبيعوه طبق كده، الطبق ب90 كيلو. ماشي. جبت تين برضو، التين عشان محدش بياكله الا انا، فجبت نص كيلو اهو. جبت النص كيلو ب20، في ب30 وفي ب40، لقيتها ب40 حلو برضو. بيجيب الطبق كده على بعضه ب20 جنيه. حلو قوي التين، فيه فايده وفيه غذا جامد وانا بحبه بصراحه. ان شاء الله تاخدي 2 بعد الغدا. ماشي حبايبي. جبت ايه تاني؟ جبت مانجا عويسي، دي ب80 جنيه الكيلو عشان لسه طالعه بقى، جبتها ب80. جبت كيلو، يعني انا الحاجه الغاليه ما بكترش منها، لما ترخص نبقى نجيب تاني. دي ب80 بس ريحتها حلوه وجميله ما شاء الله تحفه اهي. ماشي حبايبي. بألف هنا وشفا. زي ما انتوا شايفين كده الحاجه جميله وطازه وتحفه. وقلنا بقى النهارده كده ايه، اصور معاكم فيديو المشتروات دوت واعرفكم الاسعار. كل حاجه بسم الله ما شاء الله جميله، واوريكم الحاجات اللي انا بغسل الحاجه وبحطها فيها بتحفظ الحاجه في التلاجة. دي بقى فكره الادراج البلاستيك دي، بتجيبيها من عندي بتاع الادوات الصحيه، اللي هو اللي بيبيع البلاستيكات والحاجات الادوات المنزليه، مش الادوات الصحيه. يا عيني عليا، معلش انا اسف. بجيبهم زي ما انت شايفه كده، بجيبهم وافرش فيهم مناديل اهو، وبحط فيهم بقى كل واحد حاجه كده. اما بجيب الجديد بقى بشيل القديم بخليه من فوق زي ما انتم شايفين كده اهو، وبخلي الجديد من تحت بحيث ان انا استعمل اللي كان عندي من الاول اهو. بفرش فيهم مناديل كده، لما بتتوسخ بشيلها بغيرها. اوريكم برضو الفكره اهو كده. ادي الجزر الجديد. ماشي يا حبايبي اهو. بحط كده اهو
ادي الجزر الجديد اهو، ماشي. بروح حاطه فوقيه بقى ايه؟ الجزر القديم اهو. يبقى ده ايه؟ استعمله الاول وبعدين استعمل الجديد. بنيجي للخيار برضو، بحط الخيار الجديد الاول اهو يا حبايبي. كل حاجه بنظامها بتبقى حلوه، ولما تنتبهي لبيتك وتنظفي بيتك وتنظفي حاجتك وتبقي ملتزمه بحاجتك كده، كل حاجه كده يعني بالنظام بتبقى حلوه. بتحافظي على حاجه بيتك، مفيش حاجه تبوظ منك. تلحقي الخيار قبل ما يبوظ، تمسكيهم تخلليهم، هتستعمليهم تاكليهم. هوريكم برضو الخيار اللي انا مخللاه قرب يخلص. اي خيار بلاقيه هيدبل عندي بروح عامله شويه ميه سخنه وربع كوبايه خل ومعلقتين سكر وثلاث اربع فصوص توم، وبروح عاملاه ببطرمان كده وبخليه في التلاجة اهو. شوفوا قرب يخلص اهو اهو. ما بخليش حاجه عندي تبوظ، يعني انا ما برميش حاجه، بستحرم. مش بخل والله، انا بستحرم اهو. زي ما انتم شايفين كده حبايب قلب ام يوسف. ربنا يكرمكم. ما تنسوش اللايك والشير واشتركوا في القناه عشان يوصل لكم كل جديد. شجعوني، نفسي القناه بقى بتاعتي كده توصل. بقى لي 5 سنين فاتحه ولسه زي ما احنا الحمد لله. بس كفايه ان انا يعني بقرا تعليقاتكم الجميله، انا مش مستنظره حاجه، انا بحبكم في الله. زي ما انتم شايفين كده اهو، واحده جزر واحده خيار وواحده ليمون وواحده طماطم. هنيجي عند الطماطم برضو، نخلي الطماطم القديمه من فوق الوش اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. ده لو في حاجه نشيله ننفضه ونحطه تاني طالما مش وسخ، يعني طالما نضيف اهو، ماشي. زي ما انتم شايفين كده كل حاجه بالترتيب اهو، ماشي اهو يا حبايبي. ونيجي بقى نروح حاطين الطماطم برضو القديمه من فوق الوش اهو. زي ما انتم شايفين كده، فكره جميله وحاجات حلوه. شايفين الترتيب والالوان بتاعت ربنا، قولوا سبحان الله. الفاكهه بقى بحطها في اطباق وبحطها في الثلاجه، يعني بحطها في اطباق ازاز وبحطها في الثلاجه بعد ما بغسلها، ماشي يا حبايبي. ادي الليمون اهو. الليمون انا ما فضيتوش عشان كان الليمون اللي التاني ده لسه جايباه امبارح، فكله جديد بصراحه اهو. زي ما انتم شايفين كده البطاطس بقى والبصل. عندي سبت البصل اهو. هفضي البصل، افضي البصل هنا اهو، وافضي البطاطس. دول لازم يكونوا متهويين عشان ما يبوظوش. بصوا حبايب قلبي، فكره المانجا دي انتوا شفتوها برضو في السنه اللي فاتت، انا عملتها كده في فيديوهات انا عاملاها كده. احنا المانجا بنعملها كده، كل واحد ياخد علبه بنقطعها كده. في ناس بقى بتحب تاكلها كده، ماشي براحتكم، بس احنا بنحبها كده اهي. بنقطعها كده مكعبات ونحطها على رف التلاجة ونغطيها زي ما انتم شايفين كده اهو. وكل واحد ياخد علبته بألف هنا وشفا اهو اهو يا حبايبي اهو. هوريكم كمان فكرة العنب بعمله ازاي اهو. ادي المانجا عملتها وخلصتها، كل واحد ياخد علبه بعد الغدا. وادي التين غسلته وحطيته في طبق، وادي المشمش غسلته وده العنب بقى. فكره العنب اهي، انا بفرطه كده زي ما انتم شايفين، حتى الحاجات الصغيره دي بشيلها منه. بفرطه كده وبغسله بميه بخل وبخليه زي الفل زي ما انتم شايفين كده. اللي عايز ياخد بمعلقه في طبق صغير اهو. بسيبه لما يتصفى خالص وبروح حاطاه في الطبق الازاز واحطه على رف التلاجة اهو زي ما انتم شايفين كده. بس معلش هفضيه وارجع لكم. ادي فكره العنب، وريت لكم العنب. بصوا تاكلوا كده على الجاهز كده، ولا تفصصوا ولا تعملوا. ودايما بتغسليه حلو، يعني عارفه يعني بتقدري تغسليه حلو حبايه حبايه، تشطفيه حلو، تنقعيه في معلقه خل. ما تكتريش الخل عشان برضو الخل كتير بيهري الحاجه. هي معلقه واحده اللي بحطها بعد ما بشطفه مرتين 3، وبعد ما بحط له معلقه الخل دقيقتين 3 وبشطفه تاني. ما بسيبوش منقوع مثلا 10 دقايق ولا ربع ساعه، لا عشان ما يتهريش. ماشي حبايبي. وكل حاجه زي ما انتم شايفين كده زي الفل، واسعار جميله. وعايزه احكي لكم في قصه كده، يعني مش قصه، يعني هي واقعه حقيقيه عند بتاع الفاكهه اللي انا بتعامل معاه. انا واقفه بشتري الحاجه
فلقيت واحده ست كبيره كده طيبه وزي امهاتنا، ربنا يديها الصحه ويبارك في عمرها، جت قالت له انا عايزه نص كيلو تين، وعايزه كيلو عنب او نص كيلو عنب. قالت له شوف انت عايز تديني ايه، انا عايزه نص كيلو او كيلو لو غالي. راح عامل لها بسم الله ما شاء الله يجي كيلو. قالت له العنب بكام؟ قال لها الكيلو ب 10 جنيه. هو قايل لي انا الكيلو يا ام يوسف ب 30 جنيه. ماشي حبايبي. راح قالت له طيب والتين، وقايل لي الكيلو ب 30 وفي ب 40 وفي ب 25. هو قال لها الكيلو ب 10 جنيه. استغربت، قلت يا رب هو بيبيع بذمتين ولا ايه؟ انا بصراحه قلت كده. فبعد ما اداها نص كيلو واداها كيلو عنب، وخد منها في البيعه كلها 20 جنيه. فبقول له ليه يا احمد كده، انت بتبيع ليه بذمتين؟ قال لي يا حاجه دي ست غلبانه على باب الله، ما معهاش ولا في حد بيعولها، وانا لما باجي اديها الحاجه من غير فلوس ما بترضاش تاخدها، عندها عفه نفس بسم الله ما شاء الله يعني. فانا بدل ما اديها واجرحها من غير فلوس فباخد منها حاجات بسيطه. قلت له ربنا يكرمك، وقعدت ادعي له قد كده، وقلت له يا ريت كل الناس تعمل زيك بسم الله ما شاء الله يعني، ربنا يجعله في ميزان حسناتك. بس ويا رب اكون وصلت لكم المعلومه واستفدتوا من الفيديو ده، واشوفكم على خير. وما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناه، وقولوا لي ايه رايكم في الاسعار دي. اسعار ما بعدها اسعار تحفه تحفه تحفه. وبألف هنا وشفا يا حبايب قلبي، واشوفكم في فيديو جديد. بحبكم في الله.